النهارده هنعمل مع بعض سلطه التشيز كيك بالفواكه بطعم خطير، هتعجبكم قوي بطريقه مفيش اسهل من كده وتحبوا تعملوها على طول. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه هنجيب البوله بتاعتنا، هنضيف فيها 200 جرام من الجبنه الكريمي الساده. انا هنا مستخدمه جبنه دومتي، ممكن تستخدموا اي نوع تاني، اهم حاجه يكون ساده مش اخده اي طعم. ونضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر البودره، هنقلبهم كويس لغايه لما السكر يدوب في الجبنه. كده هنضيف عليهم كوبايه من الزبادي اليوناني، ونضيف عليهم الكريم شانتيه. انا هنا مستخدمه نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام مضروبه في نص كوبايه من اللبن المتلج. لو مش متوفر الكريم شانتيه ممكن تستخدموا كريمه خفق بعد ما تضربوها بالمضرب لغايه لما نوصل للقوام ده. بعد كده نجيب الفاكهه بتاعتنا ونكون الموز اخر حاجه بنجهزها. انا هنا مستخدمه 4 صوابع، ممكن تستخدموا اكتر، ونقطعها شرايح بالشكل ده. اهم حاجه لازم نضيف عليه عصير ليمونه عشان الموز يقعد معانا فتره اطول من غير ما يسود مننا. نطحن البسكوت بتاعنا ويكون ساده، ونضيف عليه 3 معالق كبار من الزبده السايحه حسب الرغبه، بتدي طعم حلو قوي للبسكوت. بعد كده هنجيب البوله بتاعتنا او ممكن تستخدموا بولات صغيره، وهنضيف طبقه من كريمه التشيز كيك وبعدين طبقه من البسكوت. بعد كده هنحط الفاكهه بتاعتنا. انا هنا ضايفه الفراوله مقطعاها قطع، ممكن تقطعوها شرايح وهي دلوقتي متوفره، بس هي من الفاكهه الحلوه اللي بتدي طعم حلو قوي لسلطه التشيز كيك. ولو عايزين تضيفوا اي فاكهه تانية حسب رغبتكم. بعد كده هنوزع طبقه من الموز، وهنا الموز بعد ما حطينا عليه الليمون هيقعد معانا اكبر فتره من غير ما يسود مننا. ونضيف طبقه تاني من كريمه التشيز زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنضيف طبقه تاني من البسكوت ونوزعها كويس. وبعد كده هنضيف طبقه تاني من الفراوله وطبقه تاني من الموز. كده هنحط اخر طبقه وهي كريمه التشيز ونوزعها كويس وبعدين نزينها. انا هنا مزيناها بشويه من الفراوله ووزعت عليها صوص الفراوله. لو مش متوفر عندكم ممكن تحطوا الفراوله وترشوا عليها شويه من البسكوت زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت معانا سلطه التشيز كيك بالفواكه بكل سهوله، ونحطها في التلاجة لمده ساعه. واهم حاجه نحطها في بوله ازاز او بولات ازاز عشان يبان الطبقات الجميله اللي احنا عاملينها. جربوها وبالهنا والشفا.